أكبر نعمة افتقدناها في الآونة الأخيرة، النعمة اللي بتريح القلب، النعمة اللي بتريح الدماغ، النعمة اللي بترفع قدرك ما بين العباد وما بين رب العباد. حاجة جميلة قوي، العالم بعدت عنها، تخلت عنها ازاي مش عارف. الرضا، نعمة الرضا، ان بني آدم يكون راضي. بني آدم، هل الرضا ده يتنافى مع الاجتهاد ومع لا والله، اجتهد وامتلك الدنيا باللي فيها، ولكن كن راضي. كن راضي بالحلو قبل الوحش، وبالوحش قبل الحلو. جالك خير من عند ربنا، ولو جالك شر قول الحمد لله برضه. ارضى، ارضى عشان ربنا يرضيك، ارضى عشان ربنا يرضيك، ارضى. الرضا النعمة، النعمة اللي فتحنا علينا لقينا أهالينا عايشين فيها من غير ما يبقى فيه كلية تعلمها لهم ولا فيه نت يعلمها لهم. لقينا أهالينا راضيين، جالهم كتير هم راضيين، جالهم قليل هم راضيين. كانوا يتقابلوا يسهروا بالليل، يضحكوا، مش شاغلهم هموم الدنيا اللي عمالين نتعارك عليها النهارده، مش شاغلهم الزحام والعراك عارف كل ما يعاني منه البشر النهارده من ازمات وتعب وضغطات وتلاقي الخير كتير ومفيش فرحه ولا فيه. عارف الحاجات دي كلها والله سببها عدم الرضا. لو البني ادم راضي والله هيلاقي كل حاجه حلوه، هيلاقي القلب فيه راحه، هيلاقي النفس فيها راحه، هيلاقي اولاده فيها بركه، حياته فيها بركه. اهم حاجه يرضى، رضاك وعدم سخطك على ربنا وتقبلك لاي وضع انت فيه، والله السبب من اسباب ان ربنا ان شاء الله يدخلك الجنه. الرضا ده نعمه افتقدناها، محتاجين ندعمها ونوجدها لنفسنا ولأولادنا ولكل مجتمعنا، نعلمها لكل اللي نحبوهم، لأن الرضا هيريحهم وهيرفعهم، هيطلع كل الغضب اللي جواك، كل الشحن السلبية اللي جواك، بإن أنت عبد لرب هو يتصرف في الأمور كيفما يشاء، وأنا ما علي غير أن أنا أرضى. مطلوب مني سعي واجتهاد، مطلوب مني ان انا اخد بالاسباب، ده كله لا يتنافى مع كوني راض. ابن تعبان انا راض، ابن خف انا راض، ابن نجح انا راض، انا فقدت مالي انا راض، ربنا رزقني انا راض. مع كل احوالي انا عبد لرب هو اللي بينزل الحلو والوحش، وانا راضي بده وراضي بده. مع اي قضاء وقدر انا راضي، انا مش هسخط، انا مش هغضب، انا معاك يا رب، انا معاك. اي حاجه هتنزلها انا راضي. يعني صحابي اللي كان قطعه رجله وابنه توفى، حتى الكلمه الشهيره بتاعته قال يا رب اعطيتني ولدان، اخذت احدهما وابقيت لي الاخر، فلك الشكر على ما اخذت ابقيت ولك الحمد على ما قطعة قدمه، اللهم انك اعطيتني قدمان اخذت احدهما وابقيت لي الاخرى. راجل راضي، مش كده؟ سيدنا ايوب لما فضل 18 سنة مريض قعيد طريح الفراش حتى بعد عنه كل الاهل والاحباب، سخط، فضل راضي راضي. حتى يعني يقول القرآن ان ربنا عوضه ووهبنا له أهله ومثلهم معه. يعني الرضا ما بيجيش إلا بالأفضل، والله ما بيجيش إلا بالزيادة. ارضى ربنا يعوضك بالأفضل بالأكتر، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى محتاج يشوف مننا ما يثر، ما يدل إن احنا راضيين، ما يدل إن احنا غير ساخطين على قضاء ربنا. أي وضع أنت فيه، أي ابتلاء أنت فيه، ارضى، ربنا هيرفع البلاء
وهيعوضك بالخير. السلام عليكم.